ده شكلي وده حالي مع النونة والنونة حاجة صعبة صعبة صعبة، وكمان لان هي تعبانة ولسه جاية من عند الدكتور، عندها التهاب رئوي ولازم نعمل جلسات بخار وجلسات اكسجين في المستشفى. ف يعني الحمد لله على كل حال، لكن انا عايزه اوريكم ان انا خليت الوضع من ده لده الحمد لله، انجاز برضو رهيب. خدوا بالكم انا مطبخي مش كامل، كل مره اقول لكم نفس الحوار، حتى الضرب بتاعه المطبخ مش راكبه. فان شاء الله ان شاء الله مع بعض هنعمل كل حاجه. قولوا بس يا رب تعدي المرحله دي والشتا ده، لحسن البنت خلاص تعبت قوي مني من البرد، وانتوا عارفين ان انا لسه مش فرشه حاجه في الارض، لسه مش عامله اي حاجه. أه شفتوا نسيتوني اسلم عليكم، ازيكم يا حبايب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسلام وفرح، وربنا يسعدكم كده دايما ويفرح قلوبكم ويخليلكم كل حبايبكم ويديهم الصحة والعافية. دي اهم حاجة، على اساس لما بيبقى عيل تعبان الام والاب بيبقوا يعني ايه تعبانين اكتر منه، وبالذات لما بيبقى رضيع ومش فاهمين هو ماله او حاسس بايه او كده. لان انا فجأة خلاص انا عملت كل حاجة، وبعد كده قلت لا، اتصلت بجوزي لا تعالى ننزل، احنا هنروح دلوقتي للدكتور، انا خلاص عملت كل حاجة ومش فاهماها ومش هينفع ابيت. فجرينا بيها، فالحمد لله على كل حال. لحقناها بس لسه في مرحلة العلاج، والجو مش راضي يدفي خالص، فمش عارفة نعمل ايه، قولوا يا رب. يلا بقى، انا بشكركم على دعمكم ليا، احلى اخوات في الدنيا، وتعليقاتكم الحلوة واللايكات القمر. انا مش عارفة اذا كنت هنجح في المحتوى ده لا ولا لا، بس انا مش هقدر اعمل غير كده دلوقتي. ان شاء الله هنوضب مع بعض الشقة، لان انتوا مش عارفة سمعتوا فيديوهاتي اللي قبل كده ولا لا، بس انا حكيت لكم ان انا اضطريت يوم الولادة اختار، لا اما اروح في شقتي الجاهزة ومحدش هيكون معايا، لا اما اجي في الشقة دي وامي واختي وصحابي هيقدروا ييجوا. رغم ان الشقة ما كانش حتى فيها قعدة حمام، كانت يدوب معمولة سيراميك ومتجابة اوضة النوم، لكن الولادة بتاعتي كانت مفاجأة، فاضطريت اسفة اجي هنا. اي نعم لما جيت الحاجة بتتعمل واحدة واحدة، بس برضو احسن ما كنت قعدت هناك. لو قعدت هناك ما كنتش هاجي هنا ولا في سنتي، كانت مغامرة صعبة. وكمان ان انا اجي وانا والدة قيصري، كانت يعني مجازفة رهيبة انك تيجي بدون قعدة حمام، من غير ما تقدري تشطفي ومش هتقدري تقعدي. كان يعني فترة صعبة جدا جدا جدا، عملت لي مشاكل وعملت لي التهابات وعملت لي التهابات في الجرح ونزيف وحاجات زي كده، الحمد لله. لكن برضو بيكم الصعب هيعدي، وانا بصور مش علشان حاجة. انتوا عارفين ان في حاجة اسمها اكتئاب ما بعد الحمل، وانا عارفاه ومجرباه في ابني الاولاني، بس في ابني انا مكنتش عارفة ايه ده. لكن في بنتي كمان انا فاهمة ان في حاجة اسمها اكتئاب، فانا حاسة ان انا اللي فيه ده اكتئاب. فقلت اكتر حاجة هتخرجني هو التصوير. طب هصور في ايه يا نرمين؟ هنزل تاني جولات؟ لا، مع اني ممكن عادي بقى وزي الامهات اللي بتضطر يعني تنزل الشغل وكده، بس انا مش مضطرة. فطبعا هعمل ايه؟ اصور معاكم. لما بصور اديني بتكلم، ب... لما بفتح الكاميرا بحس ان انا نشيطة وعايزة اخلص الحاجة. اي نعم بيبقى جري ومش بصور كل اليوم، مش بقدر اصور كل الشقة، لان مش بقدر امشي كده بالستاند واتنقل والكلام ده. هو هتعلمه بس مش دلوقتي، يعني اللي هو انا حاسة ان انا ايه هشركم معايا في المطبخ، لان لسه مش عارفة ادخل الاوض واصور، لسه بنتي صغيرة قوي كل 5 دقايق تصحى، فالموضوع صعب فاهميني. لكن لسه قدامنا حاجات كتيرة قوي. الشقة مش مفروشة خالص، مفيش غير اوضة النوم في اوضة النوم وسرير بنتي، وهنزل لكم تحت كده لينك الفيديو اللي نازل فيه سرير البنت، وان انا توضيبي فيه بعد السبوع بقى والتدمير اللي حصل فيه. ف توضيب اوضه النوم يعني، فدي اللي بس يعتبر اكنها مفروشه، الباقي كله هنفرشه مع بعض. لسه الجبسن بورد مركبناش نور، ما عملناش حاجه. هنا بمسح المطبخ كده والسيراميك اللي ورا كده بفوطه بحبه
مية وبريل وكده عشان لو في اي دهون. دي كانت ليها رخامة بس كانت معمولة للمطبخ الثلاث ظرف، وانا اضطريت اقص المطبخ عشان الماسورة بتاعة الغاز. فطبعا لما قصيته الرخامة ما جاتش، الرخامة اتركنت ورا الغسالة هنا، فلسه هعمل لها رخامة تاني لان كمان المطبخ ده عريض شوية فكبير يعني، فالرخامة مش هتركب عليه، فعاوز رخامة تاني. ولسه الجزء اللي فوق في المطبخ لسه مركبش، بعد ما كان راكب اضطريت انزله علشان بتوع الغاز، فلما بتوع الغاز ركبوا لسه ما ركبتهوش علشان انا تعبانة والبنت تعبانة وكده ومش فاضيين خالص. فان شاء الله هتشجع معاكم بس لما احس ان في ليا اخوات وحبايب عشان اقدر اخد رايكم في حاجات كتير. انا شخصية مترددة وبحب اخد اراء اللي حواليا، لكن عيالي ابن صغير مش هيعرف، مش قادرة اخد رأي حد يعني. صحابي فاهميني، صحابي بقى اللي متجوز واللي هنا واللي هنا واللي هنا، والشقة يعني فيها تفاصيل كتير، عايزة اخد بقى رأيكم في كل حاجة. فانا هبدأ التفاصيل دي لما احس ان بقى عندي كده ايه صحاب كتير وحبايب كتير، اللي هو اقول لكم في الفيديو انا عايزة اعمل كذا، تقولوا لي بقى آرائكم تحت تردوا عليا. ده عندي 3 انواع مكرونة. سألت الولاد تاكلوا انه نوع او تاكلوا شكل ايه او بتاع ايه، قالوا لي هناكل اللي هي الخواتم دي بوريكم ان دي زبدة الفول السوداني. جبتها ما حبيناهاش خالص، مش عارفة ليه. احنا افتكرناها يعني على وزن النوتيلا وكده وطعمها يبقى حلو، لكن ما حبيناش مع اني بنحب الفول السوداني. يا دوبك اتفتحت ما حدش قرب لها، ما حسناهاش خالص. هنا طبعا حاجات الولاد لما بسيب المطبخ يا بنات، يعني انا رحت للدكتور وجيت، ما اقولكمش انا رحت للدكتور وجيت قالوا لي احنا عايزين ناكل مكرونه بالصلصه. انا اولادي بيعشقوا حاجه اسمها مكرونه بالصلصه والكشري، والذات ابن الصغير مدمن كشري، فاعمل لنا مكرونه بالصلصه. قلت لهم ماشي. قلت لهم بقى وانا ايه هوجب معاكم واطلع لكم بانيه، اللي هو الحاجات الاثريه دي انتوا عارفين، بانيه ابو كذا يعني. فقلت لهم هطلع لكم بانيه معاها عشان ايه يعني تبقوا زقططوا يعني. هو ده بعد ما تعشوا اصلا، بس يعني انتوا عارفين بقى الشتاء وجوعه بيعمل عمال صعبة. بس فقلت بقى وانا بوضب المطبخ كده اعمل ايه، احط الحلة كده سخن فيها. الحلة دي هي اتلسعت مني لان كنا بنعمل فشار، فعشان كده هي سودة اتلسعت، لكن ما فيهاش اي حاجة من تحت. هنا بمسح كل الرخامة. جبت ستيكر، الستيكر ده اللي هو بيقوله عليه حراري، حلو قوي شكله، بيدي كده تفتيح للمكان، وحسيته لايق على شكل المطبخ بتاعي السيراميك وكده. كان الرول منه ب50 جنيه، لسه هجيبه للبوتاجاز للازاز بتاع البوتاجاز ده. بابايا حبيبي وجوزي وكده كانوا عايزين يخلوني اشيل الازاز، قلت لهم لا، السيراميك اللي ورا هيتبهدل، خليني خليه كده زي ما هو، وانا هحط له ستيكر زي اللي هو على الرخامه دي على المطبخ، لغايه ما يعني هجيب رخامه وهستخدم كده على اساس ما بهدلش الخشب. فده برضو هجيب الرول ده، هو ب50 جنيه، الله اعلم دلوقتي بكام. عملت منه المطبخ، والمطبخ الحتة التانية اللي هتيجي اللي هي فوق برضو عملتها من فوق عملتها من تحت. قلت عشان لما اجي امسحها من فوق تبقى ايه ده مادة عازلة كده، لو حطيتي سفنجة بحبة مية كده هتلاقيها بتجري معاكي، فحلو قوي. هجيبه للبوتاجاز لظهر البوتاجاز هيبقى احلى. انا جايبه اللي هو ب15 جنيه اللي بيتلزق ده وفيه لزق، بس للاسف بهدل لي البوتاجاز. لو خدتوا بالكم هتلاقوا البوتاجاز فيه مكان الرسمة موجود، وده مشوه شكل البوتاجاز وبيطلع بصعوبة جدا. وانا عندي مشكلة في ايدي في الدعك، فما قدرتش اخرجه كله، خرجت على قد ما اقدر، والباقي بقى ايه يعني هعمله تاني برضو قريب، هشوف له حل يعني. انا الولاد اختاروا المكرونة دي فهعملها لهم. انا طبعا ما كنتش نازلة باللبس ده، بس انا كنت نازلة باللبس ده وفوقيه جاكيت طويل. لكن لما جيت صراحة قلت لا، عقبال ما البس هكون الهانم صحيت، فاللي هو يلا بسرعة 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 ايه. وانا كده واقفة اعمل دول، شفت طبعا الشكل جبت البانيه اهو، كان في الفريزر، بس ايه طوبة بقى، فللأسف هما ملحقوش جمع ده.
يعني قالوا المكرونة الاول بعد كده عملنا البانيه. فيعني تخيلوا بقى، سلخنا قبل ما نذبح. بس اللي هو يا جماعة انا مسمية المرحلة دي مرحلة انتش واجري، يعني اللي يقدر نعمل حاجة نعملها بسرعة. يعني ما اقولكمش المرحلة صعبة 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 صعبة. بالنسبة لاكتئاب ما بعد الحمل ده، بصي لقيتي نفسك مخنوقة متوترة عايزة تعيطي، متضايقة، حاسة ان حياتك اتدمرت حاسة ان الدنيا وقفت من حواليكي، اعرفي ان ده اكتئاب ما بعد الحمل. حاولي ما تستسلميش، شوفي اي حاجة تشغلي نفسك بيها، صوري، اخرجي، اعملي اي حاجة. انا معرفتش ان عندي اكتئاب ما بعد الحمل غير يعني مؤخرا خالص بعد ابني. انا كنت بعيط. كانت الله يبارك لها اخت جوزي كانت صغيرة في اعدادي، فقعدت معايا 42 يوم. مش عشان حاجة، يعني قاعدة معايا بقى زي اجازة وكده، وكان ابني مولود في الاجازة. هنا كنت جايبة خضرة، فكنت منقعها بمية بخل، وبعد كده بقى بشيلها واغسلها وكده. فبعد ما مشيت ماما كانت قاعدة معايا كام يوم، برضو قعدت معايا 4 ايام، وبعد كده روحت وبقت بتيجي وتروح. كنت بعيط، بصحى اعيط كل شوية، اعيط ومش فاهمة فيه ايه. طبعا البيبي يعني انتي بتبقي مش عارفة، طب هو انت عايز ايه؟ طيب انا فاهمني انت عايز ايه، قولي وانا هحاول ارضيك، بس قولي انا مش فاهمة. فاللي هو بتبقي مش فاهمة، طب هي بطنه بتوجعه ولا عايز يغير، ولا جعان، ولا في حاجة وجعاه وهو مش قادر يقولك. فبتبقي حاسة بتأنيب ضمير، غير بقى ان انتي بتبقي حاسة ان ايه، ان انتي حياتك وقفت، عجلة الحياة وقفت بجد والله. يعني اللي هو لو واحدة بتشتغل، لا انا صعب انزل الشغل. لو واحدة مش عارفة متعودة على روتين حياة، صدقوني هقول لكم على سر، يلا بقى بكملة الاسرار. انا بسرح شعر عشان هصور. عارفين لو مفيش تصوير مش هتسرحي، مفيش وقت، انتي لسه هتقومي تسرحي ما تعملي حاجة تاني. فاللي هو انا بصور قصد على اساس ايه، اضطر كده البس واسرح شعري، وحتى اروح احط روج كده لو ينفع. يعني انا هو عشان كنت بره ولا حاطه روج ولا حاطه حاجه. وطبعا بقى انا لما بشوف نفسي كده في المرايه يعني ما اقولكمش بكتئب اكتر. اللي هو انا ايه اللي جرالي ده، ومال وشي عامل كده ليه، ومال شكلي كده اتغير ليه. بس اهو الحمد لله، مش الامومه مش عايزه تبقي ام، على رأي جوزي مش عايزه تبقي ام، هو لازم يبقى فيه ضريبه. فالحمد لله، ربنا يا رب يرزق كل مشتاق، ويخلي لكم كل ولادكم ويسعدكم يا رب. فما تستسلميش للشعور ده، حاولي تخرجي نفسك بيه. انا بصور معاكم، طلعت الحلة من غير ما تلزق فيها اي حاجة. شاطرة يا بنتي يا نرمين والله. فحاولوا تشوفوا اي حاجة اعملوها. يعني انا بعمل الروتينات دي قصد عشان اخرج يبقى عندي اهتمام. انتوا عارفين انا بعمل روتينات بلبس الخروج، اي نعم الابيض ده بعد ما خلصت، والصلصة واللي بتاع ما بقاش ابيض. بس ما عنديش مشكلة. ليه؟ بحس ان انا بخرج حتى لو مش خارجة. اخر مرة انا لبست لبس خروج ودخلت المطبخ بيه، اللي هو انا عايزة احس ان انا خارجة. اضحككم كمان عليا، عملت مشكلة مع جوزي وابني. كنا عايزين نجيب حاجة من السوبر ماركت، قلت لهم انا اللي هنزل اجيبها. ليه وتتعبي نفسك ليه وخليكي قاعدة؟ قلت لهم لا انا اللي هنزل اجيبها. وحياتكم نزلت الشارع ماشية زي العيلة الصغيرة اللي مودينها الملاهي. كنت مبسوطة قوي، اول مرة يجيني الاحساس ده، ايه الهبل اللي انا فيه ده. وبدل مثلا ما اروح اجيب من هنا من اخر الشارع، لا رحت حتة ابعد شوية. جبت حاجات كتير ما كنتش اصلا نازلة اجيبها. وطبعا انا اتصدمت طبعا بالاسعار. انا حاسة ان انا يعني انا مغيبة مش قاعدة في الكون بقالي فترة. فاللي هو ايه، انا نازلة ب100 جنيه، راح اجيب مثلا ب20 جنيه بيض، وراجعة رجعت من غير ال100 جنيه، رجع بجنيه واحد. جايبه ايه، علبة حلاوة طحينية وكافي ميكس ولبن نيدو وزيتون ولانشون وجبنة. لقيت ال100 جنيه خلصت، معرفش ازاي. فعادي يعني.
يعني الدنيا بتتغير. بس كنت ماشية يا بنات ما اقولكمش، عاملة زي الطفلة الصغيرة اللي بتجري. اولا اول مرة امشي من غير بقى البنت والبطانية، وان انا ابقى ماشية واخدة بالي من الارض، وماشية تاتا برضو اكني حامل ومش قادرة. وقبليها كنت حامل، فاللي هو برضو انا ماشية تقيلة مش عارفة امشي، يعني ماشية حاسة نفسي انا ولدت في التامن خلاص كنت بموت، يعني نفسي ما كنتش بقدر اتنفس. هنا بقى ابني ورا بيتنطط، البت عمالة تصرخ، الصوت اللي سمحته لكم في الاول ده بتصرخ تصرخ تصرخ. هنا حطيت 4 5 فصوص توم، عيالي بيحبوها بالتوم، وقرن فلفل كده حامي احمر، وحبة زيت. دي مستحيل اعملها بالسمنة خالص، واعملها بالزيت، والزيت يبقى ايه، زيت نضيف. وقطاية، وقمت مشوحاهم كلهم مع بعض. وكان عندي زعتر حطيتها فيها، بس بعد ما حطيته ندمت، قلت لا لو كان من غير زعتر كان يبقى احلى. خدوا بالكم الزعتر ما حبيتهوش، مع اني كنت قصدا ان اعملها بحيث ايه، يعني انا صلصة البيتزا كان من الاخر اكنها مكرونة البيتزا. يعني حطيت فيها زيتون، وحطيت فيها زعتر، وحطيت فيها الفلفل والثوم والطماطم والصلصة. بس هو ممكن يبقى الزعتر يعني ايه ريحته شديدة قوي وانا كترت فما حبيناهوش. لكن لو عملت الوصفة دي تاني، ده فلفل اسود يا بنات انا ضرباه في البيت، محمصاه في طاسة كده بالراحة، وبعد كده بفرمه. لو انا عملته تاني مش هحط زعتر، هحط كل المكونات الا الزعتر. مع اني برضو كانت جميلة واتاكلت. يعني شطة برضو فوق الشطة، انا ولادي معوداهم على الشطة. وده كيس ملح اهو كده بشوحهم مع بعض. اون مين راكب له يا بنات اسمه ايه، العداد الغاز كارت. انا راكب عندنا الكارت. حاسه ان هيجي في مره يقول لي قد نفذ رصيدكم ويقفل عليا الغاز، اعمل ايه؟ هنا بقى الواد يعني ايه، هي البنت يعني لما جينا من عند الدكتور قامت مرجعه، فغيرت لها اللبس كله، والمفروض ان هي هتنام. ما كملتش 5 دقايق بقى كنت دخلت وسخنت، وبعد كده قامت صحيت فاخويا يعني بقى مسكها. انا بستخدم فاين فوز حلو قوي، بس غليت قوي 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 قوي. يعني انا كنت بجيبها من ايام ما كانت ب9 جنيه، بقت 10 11 12 13، سبتت شوية كانت ب13 جنيه. غبت عنها يجي اسبوعين، لقيتها بقت ب20. ولدت ورجعت لقيتها بقت ب25 جنيه. والله اعلم لما الفيديو ده ينزل لكم هيبقى بكام. فيعني ايه ربنا يرحمنا، يعني الواحد هيخزن ايه ولا ايه ولا يعمل ايه؟ الواحد بينط عصور. يعني الواحد كان زمان الحاجة بتغلى جنيه واتنين ونص جنيه، دلوقتي بينط ايه اللي هو من كام شهر، بننط 50 سنة لقدام. يعني تحس ان احنا كان زمان ابني بيقول لاخته ايه، بيقول لها انت على ايامك هيبقى كيس الشيبسي ب20 جنيه. فربنا يرحمنا يا رب. بس بجد اهم حاجة، اهم حاجة الصحة، اهم حاجة ادعوا ربنا بالصحة والستر، وربنا يسترها علينا، وكله على القد هيمشي مادام عيالك مربياهم وقانوعين وكده، كله ربنا هيقف معاكي ومش هيسيبك ابدا. هنا بقى دي حبة مية من مية المكرونة، بيديها كده سماكة، وبيبقى بيخليها حلوة قوي، ليها قوام كده، بالذات ان انا عاملاها كلها بالصلصة. انا عيالي بيحبوا المكرونة دموية، يعني بيحبوها غرقانة صلصة. ونادر قوي ما بعملها بالطماطم ويبقوا ايه، يعني عاملاها طماطم واحط عليها صلصة. فاهميني؟ شايفين علب الفاين فوز دي كلها، دي من الصلصة. اجيب الصلصة ونحطها، مش عارفة ما بعرفش استخدمت كام نوع تاني، بس ده اللي استريحت له صراحة. في اللي هو شايفين ده الزيتون، بس بغسله عشان حادق قوي، فعشان ينزل برضو ايه الملوحة اللي فيه، عشان ما يأثرش على اللي بتاع ده. وبرضو بشطفه. الارض اتبهدلت مية بعد ما انا مسحتها، طبعا داخله طالعه داخله طالعه اتبهدلت تاني. مش عارفه اعمل ايه والله، انا تعبت.
انا بعمل يعني بروق عشان اقف اطبخ، وبعد ما اخلص اطلع يبقى مكركب برضو. خدوا بالكم كمان انا عندي ده الزعتر الاخضر، عندي برضو المية بتقطع بالنهار، يعني بقعد زي ما انتوا بتشوفوني كده بقى بجري عشان المية قبل ما تخلص، وتجيني بقى الساعة 8 بالليل. وحلوة يعني ان احنا في شتاء، عارفين لو في صيف كنت هتسنكف قوي. ام بدوق. هي اخبار الملح؟ قال يا اختي شفت الخبل قوي، قال زودت تاني بتاع، حسيته بقى زيادة قوي. الكوبش بتاعت البوتاجاز يا بنات، انا قلت لكم قبل كده ان عملت فيها خلطة وبوظتها بعد يعتبر شهر من جوازي، فقلت للراجل هيجيب لي بقى طقم تاني جديد اعملها. على فكرة المكرونة مفرفرة وحلوة قوي، انا الملكة بحبها هي وروجينا. الكتكوتة بتاعتي صحيت، سامعين؟ إيه، هي بقالها شوية عمالة تنقنق كده، بس ايه دلوقتي الصوت طلع. بتسلم عليكم. المكرونة في العادي انا ما بغسلهاش، ما بحطش عليها مية، بس عشان لسه الصلصة ما كانتش اتعملت، فحسيت لو سبتها من غير ما اشطفها هتلزق قوي، وانا مش عايزة احط لها زيت. الزيت يا بنات لما بتحطوه في المية بتاعة المكرونة او بتحطوه على المكرونة بعد ما بتستوي، بتعمل مادة عازلة كده متخليش الصلصة تلزق عليها، بيخلي ايوه مليانة صلصة بس تيجي عليها ومنازلة كده، ما العيال ما تحسش ان المكرونة مغرقة كده، مغرقة المكروناية. لكن ما دام ما فيهاش زيت المكرونة، ولا هي في السلق ولا هي بعد ما حطيتيها قمت حطيتي زيت عشان متلزقش، لا حطيها تحت الحنفية هتنزل النشا، واحنا مش لازمين النشا يعني. مش عايزة انتي نشا، لو عن نشا عشان يربط معاكي في الصلصة حطيها في الاول، يعني حطيه في حبة مية كده على جنب من مية المكرونة، هيديكي القوام اللي انتي عايزاه، واغسليها هتنزل النشا، كفاية التخن اللي احنا فيه يعني مش أزمة. فاغسليها لكن ما تحط لها الزيت خالص، الافضل ما تحط لها الزيت. هنا بقى انا بحاول ايه اعمل واغسل حاجة، خلصت حاجة اغسلها. لما بتخلصي الحاجة وبتغسليها بتنجزي بسرعة وما بتحتاجيش ايه تكومي مواعين. وطبعا وانا بغسل اي مواعين بدعي البابا ربنا يخليهولي، لان هو كان السر ان هو يعمل لي الحوض ده، وهو اللي عاملهولي بايده، ربنا يخليهولي يا رب. ويا رب يا بابا يديك العمر، ياخد مني ويديك يا قلبي، والله تعب الراجل ده معايا تعب ما فيش حد بيعمل معايا كده، ربنا يخليهولي. عمل لي الحوض، فكل ما اغسل عليه، طبعا انتوا عارفين قايله لكم ان ما كانش عندي حوض في المطبخ في الشقه القديمه، قعدت فيها فتره برضو، فما كانش عندي حوض. انا ايوه كنت متجوزه بحوض ومطبخ كبير وكده، بس الظروف انتوا عارفين كل واحد بيغير في الشقق وكده، فما كانش عندي حوض. فكل ما اجي بقى دلوقتي اغسل في الحوض ادعي البابا. حتى جوزي يقول لي ربنا كرمك بدل الحوض اتنين، يعني جايبه الحوض فيه زي حلتين كده. فربنا يخلي لكم كل حبايبكم يا رب، واللي ابوه وامه موجودين يعني يا بختكم. حاولوا تاخدوا رضاهم وتروحوا لهم وتزوروهم. وانا بقول لنفسي لان انا اهلي معايا ومش بنزل، بس انا احساس ان امي تحت وابويا بالدنيا دي كلها. لو قلتيلي هتروحي تعيشي في قصر بعيد عنهم، لا، هو انا اقعد في عشة فراخ بس ابقى جنبيهم حواليهم كده، زي بحوم حواليهم كده بس. هو ده طبعي بقى، اتعودت على كده. هنا بقى راجعة تاني برضو بنضف برضو المطبخ كده بعد ما خلصت. البوتاجاز برضو بمسحه وهو سخن، بتبقى الدنيا بسيطة مش صعبة. والمطبخ برضو نشفته تاني من اللغوصة اللي انا عملتها. ويا رب ما اكون صدعتكم، بس انا بفضفض معاكم، يعني ما تفهموش انا هنجح في الحوار ده ولا لا، او يعني فضفضتي دي هتنفع، بس انا بعمل يعني
محاولات، يمكن الاقي اخوات وحبايب كده يتكلموا معايا ويردوا عليا ويقولوا لي احنا ونحكي بقى. انا على فكرة ما كنتش عجباني اصلا حوار الجوالات ده خالص نهائي، مش عارفة ليه. يعني انا ما كنتش حابة حوار الجوالات، صدقوني يا بنات. عمري ما تمنيت غير ان انا افتح قناة يبقى عندي اخوات بتكلم معاهم ويتكلموا معايا، ده كان عندي المهم. ما كانش عندي طموح خالص ان انا انزل واروح واتبهدل في المواصلات. انتوا عارفين ده اخر بهدلة، صدقوني. انا واحدة اصلا ما بنزلش من البيت، ف يعني بيتوتية قوي، ممكن اقعد بالشهر ما منزلش وما احسش بحاجة. ده شكل الانجاز اللي عملته، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شايفين؟ بصوا بقى، شايفين البوتاجاز من ورا ده من الاستيكر الرخم، عشان كده مش قادرة اركبه مع اني عندي متلقح. والحاجات دي كلها اول ما تركب الحتة اللي فوق لسه بقول لكم هجيب مطبقية. وده بقى البانيه بوريهولكوا في الاخر. دي اخر حتتين دول اللي بقيوا ليا، لكن الباقي طلعوا بقى للولاد فما لحقتش اصورهولكم. عملت كده ايه بانيه بقى مع نفسهم في الاخر. واشوفكم على خير في فيديوهات جديدة. باي باي يا حبايب، هتوحشوني. متنسوش اللايك والاشتراك.